السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسن من قناة ألفا تايلور، ودي مكنة جوكي DDL 9000 سي، أعلى مكنة موجودة في جوكي، من أعلى ماركة موجودة في السوق. جوكي أعلى ماركة موجودة في السوق يا جماعة. أنا اتكلمت معاكم قبل كده وقلت لكم الموضوع ده. نبص مع بعض على المكنة كده. ده عيار الفتلة ما بيتربطش بالإيد، وده عيار الضغط ما بيتربطش بالإيد. المكنة تقفيلها كله من بره تقفيل زي ما الناس بتوع الموبايلات كده بقول لك تقفيل بريميوم، تقفيل محترفين فعلا. ده موتور للسنان، جنبه كويل المقص، ده الخراطيم بتاعت الزيت. شوف شكلها اصلا عامل ازاي، تحس ان انت موصل خراطيم في واحد عيان مش خراطيم مكنه. ده البتاع بتاعت الزيت، وده يعني ده اللي كان فوق ده خزان الزيت، وده الكنترول بتاع المكنه. المكنه تقفيلها حرفيا لما تيجي تقف قدامها كده كأنك بتتفرج على مرسيدس اس كلاس. اعلى فئه، هي فعلا اعلى مكنه. المكنه دي ثمنها محدش يسالنا عليه، لان هي ثمنها ايام ما نزلت كان حوالي 1100 دولار. المكنه نازله بقالها يعني انا بتفرج عليها ممكن من فتره تتخطى الخمس ست سنين. انا اول مره النهارده اقف قدامها فيس تو فيس، يعني اول مره اتفرج عليها النهارده. انا حابب قبل ما اتكلم عن المكنه عايز اسمعكم صوت المكنه. انا عايزك تسمع كده، تسمع الطرب. قول لي فين صوت المكنه كده. انا عايز اسمع صوت. انا هسكت خالص وهخليك قاعد لك المقطع من اول واسمع. دوس على البان، عايز اسمع صوت. سمع صوت المكنه؟ مفيش صوت. طيب عايزك بقى تتفرج معايا كده كمان على شويه حاجات كده عشان قبل ما نخش نشرح. بص، الحركه بتاعت العيار اللي فوق بتاع الضغط، المكنه بتتفاعل حرفيا مع قطعه القماش اللي تحتها. الضغط بيطلع وبينزل معايا على حسب التخانه اللي تحت الدواسه، وفي نفس الوقت العيار بتاع الفتله ذات نفسه بيتفاعل معايا بالطريقه دي برضو. فالمكنه يعني انا مش عارف اقول لك ان هي مكنه ذكيه. عارف انت لما قال لك الاي اي واخترعوا الاي اي ومش عارف ايه، وبقى لهم سنتين قرفنا بيه ويقول لك بيفهم وبيرد عليك وبتاع، المكنه دي كده. المكنه دي فعلا ذكيه، يعني بتفهم القماشه اللي تحتها ايه وبتشتغل. طيب ليه بقى فيها موتور للسنان منفصل؟ في كذا مكنه خد بالك بموتور للسنان منفصل، بس المكنه ديت ليه فيها موتور للسنان منفصل؟ المكنه ديت بتسحب بحوالي 4 طرق مختلفين. طريقه البيضاويه اللي هي العاديه بتاعت المكن العادي خالص، السنان بتطلع وتنزل كده في شكل بيضاوي، وطريقه بتسحب بشكل بيضاوي في البدايه وبتطلع على العالي من ورا وبعدين تنزل على مفيش، ده لما تكون مستقبله التخانه. وطريقه تانيه بتسحب من العالي وتنزل على مفيش لما تكون التخانه بتنزل من عليها وتطلع زي الجيب كده مثلا. وبتقدر انت تسيف البرنامج بتاع الشغل بتاعك بالطريقه، يعني مثلا شغال جاكيت تقيل بتسيف البروجرام بتاعه. هما بيدولك سوفت وير عندك كده في التابلت بينزل عليه زي ما هتشوف دلوقتي على الشاشه، تمام. وبتحمل والله انا عندي البرنامج ده وتسميه واحد، بروجرام 2، بروجرام 3، بروجرام 4، وتقدر بكل بساطة وأريحية خالص لما تيجي تغير من قماشة تخينة جدا لقماشة رفيعة وناعمة قوي، كل اللي عليك ان انت تختار البرنامج وتشتغل وتركب الخيط بتاعك وخلاص كده. شكرا، كتر ألف خيرك. هي بتظبط عياراتها، بتظبط أمورها، بتظبط كل حاجة لوحدها. في حاجة كمان في المكنة دي، المكنة دي فيها دراع فرماتورة. أيوة بيفرق، دراع الفرماتورة بيفرق، وكنا عاملين عنه فيديو كامل قبل كده هسيبه لكم في صندوق الوصف. دراع الفرماتورة بيفرق مع الصنايعي اللي بيشتغل أركان، خصوصا في الجيوب، في البنط التاني اللي جوه الجيب لو شغال جينز او لو شغال قماش عادي بتفرق، عشان انت مش بتعمل نص غرزه. يعني انا نفسي افهم الديزاين، يعني البني ادم الديزاينر بتاع المكن، الشركات الاخرى اللي هي زي جوك، زي براذر، زي تيبيكال، زي جاك اللي الناس طالعه بيها السما، زي مكنه زي سانسير تقليد السان ستار، وجاك تقليد الجوكي اللي هي دي، عشان خاطر في جوكيو
نازله السوق والناس يقول لك عليها جوكي، وفي جاكاي نازله السوق والناس يقول لك عليها جوكي. كل الماركات اللي مكتوب في اولها جي ومش عارف ايه بعدها بتقلد ماركه جوكي اللي هي دي. ايوه لما تشتري المكنه دي هتلاقي مكتوب على التيكت بتاعها ميد ان تشاينا، بس مش معنى ميد ان تشاينا ان هي مصنوعه في الصين والمصنع كله صيني، لا هي شركه يابانيه بتصنع في الصين عشان الايد العامله اللي في الصين ارخص مش اكتر. تمام؟ طيب ايه اللي بستفاده مع مكنه زي دي؟ اولا انسى المشاكل بتاعت المكن التاني، مش هتظبط بايدك سنان وتعلي السنان وتوطي السنان. هي اصلا لما بتيجي تقص السنان بتاعتها بتنزل لتحت زي ما شفت في الفيديو وزي ما بوري لك زي ما تشوف دلوقتي على الشاشه، بتنزل لتحت عشان المقص يقص الفتله قصيره عشان ما تشطبش وراها. طب تخيل يا مان، هم يعني الجماعه اليابانيين دول واصلين لحد فين بالتفكير بتاعهم؟ المكنه بتنزل لتحت، السنان بتوطى ساعه القص عشان تقص الفتله قصيره. انت مستني ايه من ورا المكنه دي؟ لا فرق سحب هتلاقي، ولا تقول القماشه اللي تحت سبقت القماشه اللي فوق، ولا القماشه طالعه عامله ورا، ولا كل الكلام ده خلاص انساه. تمام؟ بتعمل لما الموتور برضو بتاع السنان لما بيبقى منفصل عن الابره، والميزه دي بصراحه يعني للانصاف كل المكن اللي عمل تاتش سكرين وعمل موتور منفصل سو باور جاك براذر تيبيكال كل الناس ديت اشتركوا في حاجه مع المكنه دي، ان هي بتعمل زي تطريزه بس بطول الخط. يعني ممكن تعمل عدد غرز معين وبعدين تمشي وتعمل غرزه وبعدين تعمل عدد غرز اكتر وهكذا. بتعمل تطريزات كده شكلها حلو زي اللي كنا بنعملها حاجات يدوي زمان. ممكن تستعملها في وش جلابيه، الجماعه الافارقه بيستعملوها في الحاجات ديت، ممكن تستعملها في حاجات من الحاجات دي. المكنه زي ما انتم شايفين كانت تحفه فنيه جدا. انا كنت حابب ان انا اتكلم عنها النهارده باستفاضه شويه. خلاص انا لمستها وش لوش، يعني انا كنت قبل كده هجيب فيديو واطلع اتكلم عنها، بس لا انا جربتها النهارده. المكنه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني، ولكن ثمنها حوالي 1100 دولار. هو ثمنها على فكره مش حرام فيها الفلوس، لو معاك الفلوس ادفعها فيها وانت مطمن. المكنه بسم الله ما شاء الله، بس لو انت بتشتغل الشغل اللي يجيب لك المبلغ اللي هتدفعه فيها ده. تمام؟ ان شاء الله نتقابل مع بعض في معرض القاهرة الدولي لمكنات الخياطة، هيبقى غالبا بعد يوم 20 في الشهر ده بإذن الله. انا عندي طبعا مش هعرف اخد اجازة كتير من الشغل، هاخد يوم واحد. هحاول اغطي بقدر الامكان عدد كبير من المكن اللي احنا بنستعمله في حياتنا اليومية. طبعا هو بيبقى المعرض ده مستهدف المصانع والمستخدم العادي برضو، يعني في مكن تخصص زي الفيديو اللي انا كنت عامله قبل كده تقدر برضو هسيبه لك في صندوق الوصف ان شاء الله. وفي المكن بقى بتاعنا احنا الاوفرات والمكنه الابره، ولو يعني ربنا كرمك وجبت مكنه ابرتين هحاول اركز انا على المكن بتاعنا اللي بره. الجماعه بتوع المصانع هم عارفين هم بيعملوا ايه وعندهم ناس متخصصه في الموضوع ده. واللي حابب يسال عن اي مكنه قبل ما اروح عشان خاطر نبص عليها، احنا مش هنعمل مراجعه للمكنه، هنعمل نظره اولى للمكنه، نستعرض امكانيات المكنه. هنحاول نسال على سعر المكنه بالدولار طبعا، عشان خاطر اقول لك بالجنيه هتسالني عليها النهارده هتيجي بكره هتلاقي السعر متغير. فيعني ربنا يرحمنا ان شاء الله. فاللي حابب يسال في اي حاجه، وبعتذر عن صوت الكلب اللي بره ده مش عارف اسكته والله. اللي حابب يسال عن اي حاجه او يستفسر عن اي حاجه قبل ما نروح بخصوص المكن يسيب لي استفساره في كومنت تحت. وزي ما حضرتك شفت الفيديو ما تبخلش على غيرك انه يشوفه واعمل له مشاركه. زرار اللايك ما بيعضش لو انت مش مشترك، يعني برضو زرار الاشتراك مش هتدفع فيه فلوس والله ولا حاجه، بس هتشجعني يعني. وفعل زر الجرس عشان تلاقي كل جديد. القناه هتلاقي عليها خياطه وهتلاقي عليها بطرونات كتير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.